الحقيقة تقاعسنا شوية عن دورنا في مثل هذه القضية المهمة جدا، لأن احنا داخلين على مرحلة هامة، أعتقد أن أهم مرحلة بتمر بها مصر، فبالتالي لابد أن يكون لنا وعي، لابد أن يكون لنا شعب متعلم، وفكرة محو الأمية للكبار والصغار والرجال والنساء مطلوبة جدا في هذه المرحلة، وكلنا مؤيدين هذه الجهود، ولابد أنها هي تكثر وكمان تنتشر في ربوع مصر وخاصة في هذه المرحلة. الحقيقة بنتكلم عن المرأة وبنتكلم عن أهمية وجودها في هذه المرحلة، زي هي ما غيبت بعد ثورة 25 يناير، وإحنا كلنا استغربنا، بقى في علامات استفهام ليه المرأة غيبت، ولكن هناك مطالبات الحقيقة من قبل المنظمات النسائية بشكل جدي جدا، بيطالبوا لجنة ال50 إن بالفعل يوضع نص خاص بالمرأة، وخاصة بالنسبة للكوتا أن بالفعل يوضع بند خاص بكوتا المرأة أو الكوتا الخاصة بالمرأة ضمانا لوجودها في المرحلة القادمة. يا ترى ده حقها ولا لا؟ وهنشوف طبعا آراء من يهم الأمر من خلال هذه الفقرة. معنا في هذه الفقرة الأستاذة لبيبة النجار، هي كاتبة وصحفية وطبعا عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع. برحب بحضرتك يا فندم. معنا كمان أستاذة منى عبد الراضي، وهي منسق إعلامي للجبهة الوطنية النساء مصر، صح كده؟ الحقيقة هذه المناصب بتخليني يعني أبدأ بمن، ولكن هي قضيتنا واحدة، وبالتالي كمان أصبحت هذه القضية ليها إدراك مختلف عن الأول، وبالتالي لابد أن أنا أبدأ بالكاتبة والصحفية. شيء مهم قوي أنها كيف قرأت مشهد الخاص بالمرأة في المرحلة السابقة اللي احنا فيها، طبعا هنعتبرها سابقة عشان احنا داخلين في الجديد. اتفضل. هو الحقيقة المرأة المصرية شاركت وبقوة في ثورة 25 يناير وفي موجاتها المتتابعة بعد كده في 30/6، والمرأة المصرية قامت بدور عظيم في الثورة المصرية، لكن ملاحظين ان حقوقها مهمشة. يعني في اللجنة التأسيسية اللي هي هتعدل الدستور 71 ما كانش فيه وجود حقيقي للمرأة، وجه المجلس العسكري بالإعلان الدستوري لغى كوتة المرأة اللي في البرلمان. ده غير ان دستور 2012 مش مجرد ان ما مثلش المرأة في كتابة الدستور، لا ده همش حقوقها في الدستور بشكل كبير جدا. لو جينا نبص دلوقتي في اللجنة الحالية المشكلة لتأسيس الدستور هنلاحظ ضعف مشاركة المرأة فيها بشكل كبير جدا وفعال. يعني انتوا بتعتقدوا ان ده مؤشر استاذة لبيب؟ مؤشر، وان في بعض المواد اللي هو صاغتها لجنة ال10 اللي متقدمة انا مش حاسة ان فيها تعديل حقيقي وفعال بالنسبه للمراه. يعني حتى لغه الدستور اما بيجي يتكلم يقول لك ايه، مثلا المواطنين امام القانون سواء، ما بيقولش المواطنين والمواطنات. ودي لغه هي تجوز يا فندم، احنا بنتكلم برضه تجوز على النساء والرجال. لا المفروض احنا بنطالب بحقوق، يبقى المواطنين والمواطنات. انا احب الانحياز ده. ولما اجي اتكلم عن مساواه المراه والرجل لازم يبقى فيه تكافؤ فرص، ولازم يبقى فيه مبدأ يؤسس لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. احنا حتى المادة اللي متقدمة لحقوق المرأة بيقول فيها ايه؟ بيقول المادة 11 في التعديلات الأخيرة من لجنة ال10 ولا اللي بتناقشها لجنة ال50؟ في التعديل اللي عاملينه لجنة ال10 بيقول في التعديلات الأخيرة تنص على الآتي: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وهنا بيحط لك مربط الفرس. يعني ممكن دون إخلال بمبادئ الشريعة، يعني أنا هحط مبدأ للمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية. أيوة، اللي هو في أشياء خاصة بالشريعة الإسلامية. أقول لحضرتك دون إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية، ده معناه إن هو بيوحي لي إن الشريعة الإسلامية بتتعارض مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. لا إزاي؟ ده فيها إيحاء بما يوحي أن المساواة بين المرأة والرجل تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هنا المفروض يشيل العبارة دي، هو بيقول المساواة بين المرأة والرجل. المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والاجتماعية. أنا بساوي بين المرأة والرجل، ما أحط الشروط
في مساواه بين المراه والرجل. في نفس الوقت ده المساواه ديت بس عشان ما ندخلش في تفاصيل حضرتك، يعني ما انا هقول لك يعني اهو، ما ندخلش مثلا في الارث، ما هو المساواه بين الرجل والمراه الشريعه الاسلاميه بتقول ليها اذا كان لزاما إذا كان لزاما إضافة عبارة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، أنا هحطها في كل مادة في الدستور. يعني أنا أجي في كل مادة في الدستور أقول كذا كذا دون إخلال بالشريعة الإسلامية. الحقوق مثلا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة أو الرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. في جزئية في الانتخابات، عشان ده كان سؤالي لحضرتك، في جزئية خاصة بمشاركة المرأة في الانتخابات أو وجود نسبة، ولا ده طلبكم أو اقتراحكم؟ لا، يعني إحنا دلوقتي بالنسبة للانتخابات هم بيطالبوا بالانتخاب الفردي. اللجنة العشرة بتطالب بالانتخاب الفردي، احنا ضد الانتخاب الفردي. عايزين كمرأة القايمة النسبية، مش مجرد يعني الفردي بيكرس للقبلية والعائلية والمال، ما فيش أي برامج سياسية. أنا دلوقتي لما بطالب بالقايمة مش مجرد بطالب بالقايمة على أساس تمثيل المرأة فقط. المرأة القايمة هتمثل المرأة والأقباط والشباب، في نفس الوقت يعني هتنمي الحياة الحزبية في المجتمع، لأن احنا عندنا فعلا الحياة الحزبية في مصر، وحتى الأحزاب الجديدة ما بعد الثورة والأحزاب اللي كانت موجودة قبل الثورة ما كانش فيه التنشيط وفيه التنمية للأحزاب. احنا عايزين أنا هدخل بس جزئية الأحزاب دي بعدين، خليها يعني على جنب، بس أنا يهمني قوي إن أنا الفردي أنا مع القايمة النسبية. القايمة النسبية غير المشروطة هي اللي هتحقق تمثيل للنساء والأقباط والشباب. الفردي بيقوم على القبلية والعائلية والمال. طب احنا دخلنا كده في 3 قضايا، أنا عايزة بالراحة ناخد جزء بس أرجع للأستاذة منى. أستاذة منى، الحقيقة واحنا بنتكلم عن منصبك كمان منسق إعلامي للجبهة الوطنية لنساء مصر، قصة منسق إعلامي دي احنا كنا بنفتقدها، بمعنى إنه اللي الأستاذة لبيبة اللي قالته في ناس كتيرة جدا ما عندهاش فكرة بهذا الموضوع أو بهذه الإشكالية. منسق الإعلامي دوره إيه في هذه المرحلة، خاصة لما تبقى مرأة شعر حقيقي بالمشكلة أو بالإشكالية اللي احنا بنقع فيها كنساء، خاصة في هذه المرحلة، ومطالبتنا بالوجود يعني الشرعي بقى الخاص بينا احنا في الانتخابات وحتى كمان البرلمان. هو احنا عندنا في الجبهة الوطنية لنساء مصر اللي هي بتضم 19 حزب وحركة سياسية ومركز حقوقي للمرأة. احنا عملنا تحالف، قلنا بدل ما كل واحد فينا بيشتغل لوحده، برضو كله يعني احنا قضيتنا واحدة، قضية المرأة، فنعمل التحالف ده اللي هو اسمه الجبهة. فقلنا علشان ما يبقاش في حد ممكن يقول رأيه يخالف رأي المجموعة، لأن احنا في أحزاب مختلفة ولنا رؤى مختلفة، أحزاب ليبرالية وأحزاب يسارية، فعملنا لجنة إعلامية. فأنا يعني أنا أقول لحضرتك أنا همزة الوصل في اللجنة، فالمفروض إن أنا يعني الحلقة بتاعة توصيل المعلومة، لأن مهمة قوي. بس عايزة أكد على النقطة دي، إن كثرة الأحزاب بتوجد كثرة خلافات، وبالتالي بتضعف الهدف او الغايه اللي احنا عايزين نوصل. لا انا بقول لحضرتك لما انتوا اتلميتوا بقى هنا في وضوح لوجهات النظر، ما بقاش في دلوقتي عامل من عوامل الضغط. احنا اللي جمعنا قضيه واحده ورؤيه واحده. يعني حتى انا شايفه في الفتره الاخيره دي كل حاجه احنا متفقين عليها، لان احنا جالنا فتره بتاعت حكم السنه اللي مرت دي، حكم الاخوان، تنظيم الاخواني، فاحنا حسينا ان المراه دورها يعني كان بيضيع نهائي، دورها انتهى، رغم ان احنا حصلنا على مكتسبات ناضلنا من اجلها كتير قوي في عصر سلطان مبارك، يعني اللي احنا حصلنا عليه او ما تبقى من هذه الحقوق. فاحنا لما جينا، انا بقول لحضرتك احنا ليه بنقول المراه، هو مش ده مش تمييز، انا مش عنصريه، لا طبعا. هقول لحضرتك ايه السبب ان احنا خلينا بنقول المراه ومش المراه، لان انت عندك 30% من النساء بيعولوا اسر، يعني 30% زيها زي الراجل. انت ليه تقول لي انت محسوبه على حد؟ طب انا اللي بعول الاسره، انا الراجل دلوقتي دون النظر، لا دون النظر انا مواطن، مش انا راجل، لا. هي قصه دون النظر للمستجدات. لو على الحقوق والواجبات فانا ساعات بيبقى عليا واجبات زي الراجل، وانا مواطن، يعني الدستور قال لي ان انت مواطن عليكي حقوق وليكي واجبات. فانا لما لقيت الواجبات اللي ليا ما بحصلش عليها وبتضيع. يعني حتى في الوظائف، يعني انا لما تيجي ولد وبنت بيقدموا على وظيفه بيختاروا الولد، يقول لك اصل الست دي هتتجوز والبنت هتتجوز وتخلف. طب ما انا الدستور يعني انا كمواطن ليا حق عندك، ولازم ان انا اعيش حياه كريمه، فانا ربنا خلقني ان انا يعني جنسي كده. طيب انت ليه انا عايزه ارجع بس بسرعه لجزئيه المنسق الاعلامي، لان انا عايزه اعرف دورك ايه في ان انت بتخرجي او بتظبطي
واخده بالك، بتنسقي خروج هذه المعلومات تمام. وابطال المعلومات المغلوطه. خلي بالك، لان ده انت دورك مهم قوي. يعني احنا هقول لحضرتك، احنا كل حاجه بنعملها، يعني احنا بنعمل اجتماع، عندنا مكتب تنفيذي مكون من قيادات نسائيه من كل حزب. المكتب التنفيذي ده في اي مثلا قضيه مطروحه لازم نجتمع ونشوف راينا ايه كلنا، وطبعا بناخد راي الاغلبيه. في الحاله دي احنا لازم نطلع الاعلام نقول لهم احنا مين. فانا المفروض ان انا وزميلاتي في لجنه الاعلام بنصيغ اللي احنا القرارات اللي احنا طلعنا بيها في بيان رسمي، وبنعمل مؤتمر صحفي، اما بنبعته للاعلاميين. كويس. يعني احنا وساعات بننزل الشارع نوصل احنا عايزين ايه. يعني احنا عملنا يعني موضوع اعاده الصالونات والتكييفات دي خلاص يعني ما بقاش مكانها. بس جميل قوي المؤتمرات الصحفيه على فكره. يعني ليها مردود فعل، في مردود في الشارع الحقيقه قوي جدا، بتوصل للناس في البيت بدل ما يتعبوا ينزلوا يحضروا ندوه او ينزلوا يحضروا. وانتوا كمان تلموا افكاركم في البيت، وتلموا الاليات اللي انتوا هتنفذوا من خلالها، هتلموا مقترحاتكم وبتقدموها للشعب، وهم بيحاكوا احنا اللي انتوا بتقدموه. يعني اقول لحضرتك احنا مش بنشتغل بس على ايه قضايا سياسيه بس، يعني احنا دلوقتي اهم المجتمع همنا، اهم المجتمع همنا. يعني احنا بدانا في الفتره الاخيره دي نفكر في حاجات اللي بيعملوها الجمعيات اللي هي الحاجات الخدميه، مع ان احنا مش شغلنا، بس بدانا نفكر فيها احنا ازاي نوصل مثلا للستات البسيطه. فكرنا في دخول المدارس دلوقتي بعض الزميلات، يعني انا بشكرها جدا انها فكرتها استاذه داليا عيسى من الدستور زميله لينا، ففكرت في فكره ان احنا ليه ما نروحش الاماكن اللي هي الشعبيه قوي والاماكن الفقيره، ونشوف المدارس اللي هي فيها طلبه مش قادرين يدفعوا مصاريف المدرسه. هي حاجه بسيطه بس بالنسبه لهم هي كبيره، بالنسبه لي انا بسيطه، بالنسبه لها هي كبيره. ايوه طبعا. فدي فكره زائد بقى طبعا العمل السياسي والمشاركه السياسيه. طب يعني تفاصيل جهودكم يعني شيء جميل قوي ان احنا نعرفه، ولكن احنا في مرحله دلوقتي عايزين بقى جوانب اكثر ايضاحا لآلياتكم اللي انتوا عايزين تنفذوها. لكن عندنا دلوقتي يمكن رأي الشارع، عايزين نشوف رأي الشارع، ناخد آرائكم ونشوف رأي الشارع في دور المرأة في المرحلة القادمة هيكون شكله ايه، ونرجع لحضراتكم تاني. تابعوا معانا. صورة كلنا كده عايزين صورة